وصلنا معكم مستمعينا ومتابعينا للفقرة القانونية الأسبوعية اللي بنناقش فيها وبنتطرق فيها لأهم المشاكل اللي بتهم الجالية السورية بشكل عام والجالية الكردية بأوروبا بشكل خاص. طبعا ضيفتنا الأستاذة المحامية غادة أحمد من ألمانيا يلي رح تجاوب على أسئلتنا وأسئلتكم عن حلقة موضوعنا لليوم. وموضوعنا لليوم هو عن راتب اللاجئ أو اللاجئة جوب سنتر. بداية يسعد صباحك أستاذة غادة. صباح النور شيرين، وصباح الخير لكل المستمعين. أستاذة غادة، لو نتحدث عن القانون المالي الألماني الخاص براتب اللاجئ أو اللاجئة. هلا بالبداية القانون الألماني هو قانون ألماني اجتماعي مهم. قائم على الشركات والبنوك. نعم. بالنسبة لأنه القانون الخاص بالقانون المالي الخاص باللاجئ، فبدي أحكي أنه أول شيء أول ما بيوصل اللاجئ أو المغترب لألمانيا، المسؤول أو المسؤول عن المالي تبعه بيكون دائرة اسمها الآزول بي كي إل. نعم. بعدين لما بيقدم طلب اللجوء المسؤول عنه بيصير السوسيال جيسيش. طبعا هذا عم اقول قدم طلب اللجوء لانه احتمال طلب اللجوء تبعه ينرفض، يعني ما مهم. ياخذ اقامه، احتمال مثلا ياخذ عدم ترحيل، يعني قرار عدم ترحيل. مهم. وبعدين اذا اخذ الاقامه المسؤول او المسؤول المالي عنه بيصير دائره الجوب سنتر. هذا نعم. طبعا بعد ما اخذ الاقامه. وهي هي دائره طبعا رسميه المانيه تابعه للوكاله الاتحاديه للعمل. الاموال اللي يعني اللي بيتم تحويلها لجوب سنتر هي عباره عن عائدات الضرائب من الحكومه الاتحاديه حتى تكون قادره انه تقوم بمهمتها الاساسيه، واللي هي تلبيه احتياجات العاطلين عن العمل او اللاجئين او اللي ما عندهم شغل، يعني مثل السكن، التدفئه، المصاريف الضروريه نعم. حتى يقدروا يبلشوا حياتهم من اول وجديد. نعم. أيضا لو تشرحي لنا عن مبلغ الراتب للاجئ وكيف يحتسب. هلا مبلغ الراتب هو طبعا نحن ما قانونيا وما اسمه راتب، لانه الراتب هو ما بتاخذي مقابل عمل، هو مهم. عباره عن معونه او مساعده اجتماعيه، يعني بدفع لهذا اللاجئ او لاي مغترب او لاي شخص فقد لعمله. نعم. بالبدايه هذا الشخص، يعني شوفي قانونيا الدوله بتتكفل بمصاريف هذا الشخص اللي قدم طلب اللجوء، تمام، سواء كان مأكل او ملبس او اي احتياجات ضروريه. نعم. حتى احيانا ممكن يدفعوا له ثمن بطاقه هاتفيه لحتى يتواصل مع اهله. هذا في حال اذا قدم طلب لجوء وسكن في مراكز الاستقبال. مهم. وطبعا هذا المبلغ بيختلف يعني من مقاطعه لمقاطعه ومن مدينه ومن مدينه لمدينه. نعم. في حال اذا هذا الشخص حصل على الاقامه، تمام، مهم. هون بقى هون الراتب تبعه كمان هون بيختلف من مدينه لمدينه. وانا دائما راح اقول كلمه تقريبي، لانه المبلغ بيختلف من مدينه لمدينه، احيانا من جوب سنتر لجوب سنتر. يعني انا مثلا حاليا المدينه اللي انا عايشه فيها اكثر من جوب سنتر. نعم. هو ممكن ياخذ مثلا الشخص العازب، يعني اذا كان عازب ياخذ مبلغ 408 يورو شهريا نعم. تقريبا. اذا كان متزوج بياخذ 400 437 الزوج مهم. و437 للزوجه. مهم. طبعا بيختلف، يعني اذا كان مطلق، اذا كان ارمل، اذا كان عنده ولد عم يعينه. رح نحكي بعدين على آلية تحديد الراتب. نعم. طيب تحديد الأعمار وآلية تخصيص الراتب. هون بيختلف الراتب حسب الحالة الاجتماعية، إذا كان متزوج أو أرمل أو أعزب، مهم. إذا حسب المدينة، حسب المقاطعة يعني اللي عايش فيها، نعم. حسب الحالة الصحية للاجئ. مثلا أحيانا بيكون في عائلة مثلا عندهم مثلا طفل بحاجة لرعاية. هون نعم. كمان بيتم تخصيص حدا من العائلة لحتى يهتم فيه، وكمان بيتم تخصيص له مرتب يعني. وحسب كمان هلا في عنا مثلا البالغ الذين سنهم تحت ال 25 وما نعم. عندهم سكن مستقل، يعني لساتهم عايشين مع أهلهم. المبلغ تقريبا يتراوح من 357 تقريبا، هذا اللي عايشين مع الأهل. مهم. ومثل ما قلت لك يعني بيختلف حسب حسب الحاله الاجتماعيه وحسب المدينه وحسب الحاله الصحيه. مهم. طيب كم يبلغ راتب الطفل أستاذة غادة؟ وهل يحصل أطفال العائلة الواحدة على المبلغ نفسه؟ وما هي راتب الأمومة في ألمانيا؟ هلا شوفي، الطفل الاول والطفل الثاني في العيله بيحصلوا على تقريبا مبلغ 219 يورو. نعم. الطفل الثالث بياخذ تقريبا 225 يورو. نعم. الطفل الرابع 250 يورو. طبعا مهم. لكل طفل اضافي الراتب بيزيد، احنا نحن بنسميه الكيندا جيلد اسمه. مهم.
ك كمان بدي أقول لِك شغلة، يعني الطفل بالإضافة لإنه بياخد هالكيندر في عنده شغلات تانية، يعني ميزات تانية بياخدها مثلًا، يعني مثلًا اهم. سنويًا ممكن يطلع له 160€، هذا نحن بنسميه مصاريف المدرسة، يعني بده يشتري فيه أغراض المدرسة. نعم. غير هيك هون في ألمانيا عندهم ميزات تانية، الطفل مثلًا من حقه بالسنة يطلع رحلات مثلًا، يسافر مثلًا، المدرسة بتاخده رحلات أو تخييم، هذا كله المصاريف بيكون على الjob center، هذا في حال إذا الأب والأم كانوا عم ياخدوا مرتب للjob center. اهم. بالنسبة لراتب الأمومة، هلأ ألمانيا بشكل عام يعني بتحمي الأسرة، يعني وقوانينها بتحمي الأمومة والإنجاب عند الدولة، يعني إحنا في عندنا شيء اسمه حماية الأمومة، قانون حماية الأمومة الموتاشوتس. يعني بتحمي الطفل من هو لسه ببطن أمه، بتحميه، يعني إن كان جنين، إن كان رضيع، وإن كان طفل يولد. اهم. إذا كان المرأة مثلًا الزوجة يعني لساتها على الjob center، يعني عم تاخذ مرتب من الjob center، فهون بالإضافة للراتب اللي عم تاخده من الjob center بيحق لها شهريًا طبعًا اهم. تقريبًا من 60 ل70€، هذا نحن بنسميه يعني إنه بيقولون هذا طعام للجنين يعني. نعم. وبعد ما بتولد مثلًا أو قبل الولادة كمان بيحق لها تقدم طلب، بتاخد تقريبًا من 400 ل800€، 700€ حسب المقاطعة كمان. هون كمان إحنا بنسميها مستلزمات الطفل، يعني بدها تشتري فيه أغراض اهم. الطفل. نعم. هاي المرأة، هاي الأم إذا كانت يعني على الjob center، بينما إذا كانت عم تشتغل كمان صاحب العمل يعني بيحمي لها حقوقها، بيصرف لها المرتب تبعها أو الراتب تبعها، اهم. وكمان يعني عندها حق إنه ممنوع يعمل لها يعني مش من حقه يصرفها من الشغل أو يلغي عقدها يعني. اهم. طيب أستاذة غادة، هل يختلف راتب اللاجئ في ألمانيا قبل وبعد حصوله على الإقامة؟ أكيد بيختلف عزيزتي، لأنه هو قبل ما بياخد الإقامة قُلت لِك يعني هو ممكن ياخد رفض إقامة أو ترحيل مثلًا، اهم. آآ فبياخد يعني إنه شيء بيكفّيه بس احتياجاته الضرورية، بس اهم. بعد ما بياخد الإقامة خلص يعني هون بيصير يعني إنه آخد إقامة، عنده حقوق، يطلع له راتب، سواء يطلع له بيت أو طبابة، يعني تأمين اهم. صحي، بيختلف طبعًا. يعني هي بنعتبرها إنه امتيازات أخرى غير الراتب؟ أود أن أسألِك، هل يتلقى اللاجئ امتيازات أخرى غير الراتب؟ إيه أكيد بتلقى امتيازات. هلأ نحن اهم. اللاجئ كل 6 شهور بيجيه ورقة نحن بنسميه الbescheid، هذا بيذكر فيه مثل كشف بيان، يعني بيان راتبه مثلًا، نعم. بيذكر فيه الراتب تبعه، إضافة لأجار سكن البيت يعني هو عايش فيه، اهم. إضافة للتأمين الصحي. هون التأمين الصحي مهم كتير كتير، لأنه أنتِ إذا مرضت مثلًا أو احتجت لعملية ممكن تكلفك آلاف اليوروهات مثلًا، مالك اهم. قادر تدفع، بس عندك تأمين صحي، نعم. الدولة بتأمن لك هذا التأمين الصحي. يعني إذا عملت عملية وقعدت مثلًا 10 أيام بالمشفى وهي العملية كلفتك ولنفترض 4000€، أنت نعم. ما بتدفع غير بتدفع بس 100€، هذا نحن بنسميه يعني إيجار نومتك بالمستشفى. نعم. آآ التأمين الصحي اللي حكينا عنه، إيجار البيت مثلًا، كمان ممكن يعني إذا كان هذا الشخص مثلًا عايش مع أهله عم يعمل براكتيكوم، تمام؟ يعني تدريب مهني يعني، وهذا كان بحاجة لشهادة سواقة مثلًا، اهم. أو ما عنده شهادة سواقة، فممكن يقدم طلب للجوب سنتر إنه أنا مثلًا بطبيعة البراكتيوم أو التدريب العمل اللي عم باساويه اهم. بدي شهادة سواقة وما عندي مصاري، اهم. فبيقدموا له مثل القرض يعني، اهم. بيساعدوه لحتى يطالع شهادة السواقة، وأحيانًا ممكن يدفعوا له قسم من سعر السيارة حتى. اهم. هذا كمان بيختلف حسب المقاطعة أو حسب الموظف، لأنه هون ألمانيا بصراحة دولة يعني الموظفين تبعها مزاجيين، أنت وحظك، يعني بتعتبر ألمانيا دولة حظوظ. أها. طيب هل يحق للاجئ العمل أثناء تخصيص راتب ثابت لهم؟ هلأ حسب يعني حسب الشغل اللي عم يساويه، يعني هون العمل بألمانيا بينقسم ل3 أقسام، اهم. عندك الmini job يعني تقريبًا أقل من 4 ساعات، عندك الteilzeit يعني فوق ال4 ساعات، والfull Zeit يعني 8 ساعات. اهم. فأهم شيء إنه يخبّر الjob center إنه هو عم يشتغل مثلًا، أنا عم أشتغل mini job تمام، اهم. فعم باخذ مبلغ معيّن، فهون الjob center بالعكس بتدفع لي كمان إيجار بيتي وبتدفع لي الراتب. اهم. أنا عم باشتغل مثلًا teilzeit، يعني أهم شيء إنه يخبّر الjob center، لأنه هون أنتِ إذا بلشتِ شغل فول سايت مثلًا، الدائرة الحكومية أو الجوب سنتر ما عاد يدفع لك شيء، لا إيجار بيت، لا تأمين صحي، لا شيء طبعًا لأنه خلص. صار حتى الراتب اللي عم بيقطع تاخديه عم يغطي إيه طبعًا، حتى بيقطع مرتب الزوجة يعني، نعم. بيحق لك تاخذ من الدولة بس الKindergeld يعني راتب الطفل بس. سننتقل إلى موضوع الحكومة الألمانية المنتخبة جديدًا، وعدت بامتيازات جديدة تخص اللاجئ. لو بإمكانِك أستاذة غادة إيضاح بعض الأمور حول ذلك، يعني لو تشرحي لنا هذه الآلية
هناك من يقول عمل أبيض وعمل أسود. هلا عزيزتي، الحكومة الألمانية الجديدة يمكن أنا حكيت بالحلقات الأولى إنه هي مم. طبعا الخبر إجانا من الكواليس، يعني إنه هم صدروا شيء اسمه الميثاق المشترك بين الأحزاب الثلاثة اللي وصلوا للحكومة. طبعا من ضمن القرارات اللي كان جاي بهالميثاق انه تسريع باجراءات لم الشمل مثلا، زياده اجار ساعات العمل، اللي عندهم بصمات الدولدونج او اللي عنده عدم ترحيل ممكن يبتوا بطلباتهم من اول. بس بالنهايه يعني هي تعتبر لساتها يعني قرارات ما تنفذت او لسه ما وصلت لمسوده القانون. يمكن لانه نحن لساتنا بالشهر الاول، يعني لسه السنه باولها يعني. مهم. فممكن هالقرار ممكن تدخل حيز التنفيذ، بس بدها شويه وقت لانه المانيا تعتبر دوله بيروقراطيه، يعني تاخذ وقت لحتى تنفذ هذه القوانين. الشطر الثاني من سؤالك عزيزتي كان العمل الاسود. أسود والعمل الأبيض. تمام عزيزتي. هلا اي عمل بالمانيا مهم. لازم يكون في عقد عمل، نعم. يعني انت في عقد عمل بينك وبين صاحب العمل موقع من الطرفين نعم. حتى تقدري تشتغلي. لانه عمل اسود هو عمل يعاقب عليه القانون، لانه يعتبر عمل في الخفاء، يعني عمل في الظل. ل- واي حدا بيشتغل هون لازم يكون عنده سجل ضريبي. طيب خلينا يعني نتكلم الشخص أستاذة غدا، لنتكلم عن العمل الأبيض لأن بدنا ندخل أكثر بتفاصيل العمل الأسود بعد قليل. العمل الابيض مهم. حكيت لك انه هو بدك تشتغلي بعقد عمل. نعم. عندك عقد عمل بتشتغلي على اساسه، مهم. بتدفعي الضرائب. طبعا بتدفعي الضرائب، والعمل بيختلف سواء كان فول سايت او ميني جوب او تايزت حسب نعم. العمل اللي انت عم تشتغليه. مهم. العمل الأسود، ما هي مضرة العمل الأسود وما هي القوانين والعقوبات حول هذا العمل؟ تفضلي. هذا هو يعتبر جريمه، يعني منصوص عليها بالقانون مهم. ويعاقب عليها. يعني ممكن عقوبته بتوصل احيانا، يعني تغرم العامل 5000 يورو، احيانا ممكن توصل للسجن وللترحيل حتى، او مثلا يتعرض لعدم تجديد اقامته، او ممكن يتاثر على حصوله على الجنسيه. مهم. لانه المستفيد الاكبر هون وين؟ صاحب العمل. ليش؟ لانه صاحب العمل هون اولا بيتهرب من دفع الضرائب عن هذا العمل، مهم. وكمان ما بيدفع الضمانات الاجتماعيه، وكمان ما بيدفع التامين الصحي للعامل اللي هو اهم شيء. يعني انت مهم. عامل هون عم يشتغل عندك تعرض لحادث مثلا، ما عنده تامين صحي لانه هو عامل عم يشتغل بالاسود، ما في عقد عمل. فانت مالك ملزم اساسا انك تصرف على علاجه. فهو انت حرمت العامل من التامين الصحي تبعه. مهم. فالعمل هو عمل غير مصرح عنه. انت اي شغل بدك تشتغل فيه لازم تصرح عنه، لازم يكون في عندك سجل ضريبي. يعني بعض الاشخاص ممكن اللاجئين بيتجاهلوا المخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها يعني. مهم. الكثير من اللاجئين افتتحوا مطاعم وشركات وأعمال كثيرة وما زالوا يقبضون راتب اللاجئ، لو تشرحي لنا هذه الجزئية. هلا يعني انت لو شوي فكرنا منطقيا، يعني اللي بده يفتح مطعم بكلفه يعني فوق ال 50 60 الف يورو، هل يا ترى معقول يعرض نفسه للمخاطر، او يعرض نفسه لجرائم الاحتيال، او عم ياخذ مصاري مو من حقه بس كرمال 400 يورو؟ ما اعتقد. بس في شغله ثانيه عم يساوي مثلا. هلا انت اذا بده يشتغل مثلا شخص عم ياخذ ولنفترض 1400 يورو، تمام، مهم. 1400 يورو نت صافي يعني بعد ما يدفع الضرائب. هون بيلاقي المبلغ قليل لانه مضطر يدفع اجار بيته، تامين صحي، بالمقابل راتب زوجته انقطع. فهون شو بيساووا؟ في خطوه بيلجأوا لها اللاجئين، طبعا مو بس السوريين، كل المغتربين هون. شو مهم. بيساووا؟ بيعملوا فصل ذمه ماليه، فصل ذمه ماليه بينه وبين زوجته، او احيانا ممكن توصل لمرحله انه يعملوا اوراق الطلاق. نحن رح ننفصل. فهون بهالحاله الجوب سنتر بيضل يدفع اجار البيت، وبيدفع التامين الصحي للزوجه، وبيدفع حتى راتب الزوجه. هون الزوج ممكن يضل عايش مع زوجته. يعني هون في هالحاله اكتسب انه مثلا اجار بيته عم يدفع له الجوب سنتر. فهمتي علي شلون؟ أها. بس انه شخص فاتح مشروع بمئات الالاف، وبشغل عنده ناس وبشغل عنده عماله، يعني بيضطر يسوي، لانه هون بيتعرض لعمليه الاحتيال ممكن توصله للمحكمه يعني. مهم. أيضا أستاذة غادة، ماذا بشأن ودائع اللاجئين في البنوك الألمانية؟ كيف تتم، وخاصة الذين يقبضون الرواتب؟ هلا شوفي، هلا اللاجئ اول ما بيجي لالمانيا اول سؤال بينسال هون بالمانيا: عندك مصاري؟ عندك مدخرات؟ مهم. لانه اذا ثبت انه عنده مدخرات بيصادروها. مو بيصادروها لهم، لا، بيرجعوا يرجعوا لهم يعني على صيغه راتب، يعني بيصرفوا عليهم من المصاري اللي معهم. اللاجئ اللي عم ياخذ راتب من الجوب سنتر مستحيل يحط مصاري بالبنك، لانه هن عم يعطوه راتب ليكفيه شهر، ما عم يعطوه راتب لحتى يعمل عمليه اكتناز او يسمد مصاري. بينما اذا كان عم يشتغل شغل نظامي وشغل ابيض فمن حقه يعمل اي شيء، يشتري بيوت، يحط مصاري بالبنوك، يسافر.
ما في عليه رقابة، فهمتِ علي شلون؟ اهم. نعم. هنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة، المبالغ التي يجمعها اللاجئ من راتبه أو من عمله الأسود كما يقال، هل صحيح يقوم اللاجئ بإخفاء تلك المبالغ عن الحكومة الألمانية؟ طبعًا، طبعًا هي جريمة، لإنه اهم. يعني أنتِ عم تشتغل شغل أسود وعم تخبّي مصاريك، يعني عم تهرب من الضرايب وكمان عم تخبّي المصاريف. وعلى فكرة يعني في كتير حالات صارت، يعني إنه مثلًا بيكون في بلاغات عن أشخاص معيّنة مثلًا، إنه هدول مثلًا شافوا عندهم دهب أو مثلًا في عندهم مصاري، بيتعرضوا ل ل ل ممكن الشرطة تيجي كبسات عليهم يعني وتفتش البيت يعني، وزلاقة المصاري بتصادر كل شي عنده. اهم. يعني تعتبر جريمة، لإنه أنتِ عم تاخُد شي ما بتستحقه. نعم. طالما أنتِ عم تشتغل فما لازم تدفع الضرايب، لازم تقدّم تصريح إنك ما لك بحاجة لمصاري job center، ما لك بحاجة لإيجار بيت وخلص، اهم. وتكون متكفّل بنفسك. بس أنتِ طالما عم تشتغل أسود وعم تاخُد راتب من الjob center، معناته أنتِ عم تاخُد شي ما بتستحقه. اهم. في الختام أستاذة غادة، هل تتابع الحكومة الألمانية الحوالات التي يرسلها اللاجئ إلى أهله في الداخل، وكيف تتم عملية الإرسال؟ والله حاليًا يعني يمكن سمعتوا في حتى نشروا على الفيسبوك يعني إنه تم إلقاء القبض على شبكة، يعني شبكة كبيرة يعني عم ترسل أموال، يعني عم تشتغل بالحوالات يعني. صادرت الأموال طبعًا ولسه المتهمين قيد التحقيق وقيد السجن. نعم. هلأ شوفي، المكاتب الحوالات إذا كان مكتب نظامي شغال هون بألمانيا وعنده ترخيص، ما عليه حكي، خلص بيحوّل المصاري. نعم. بس هلأ هون مثلًا عن طريق التليفون عم يتم تحويل المصاري، طبعًا تم كشف هاي الشبكة عن طريق شبكات التواصل، يعني عن طريق الواتساب أو عن طريق الماسنجر. تم كشف هاي الشبكة، يعني أنتِ إذا بدك تبعت 100€ بدك تكون حذر، بدك تبعت مع ناس بيكونوا ثقة يعني، فهمتِ علي شلون؟ إمم. لأنه الدولة مانا أبدًا غافلة، ويعني صارت تفهم وصارت تعرف الأساليب، بس بدها بقى لحتى تشوف الدليل بالجرم المشهود يعني. اهم. ختامًا شكرًا إليك الأستاذة المحامية غادة أحمد، كنتِ معنا عبر الهاتف من ألمانيا، شكرًا جزيلًا لكِ على هذه المعلومات. شكرًا عزيزتي. سنكمل بفقرات عطر الصباح، انطرونا بعد موجز لأهم الأخبار باللغة العربية، راجعين بعد الموجز.